الأمان في تحويل المسار ده مهم قوي. طبعا طبعا، لأن ناس كتير قوي تقول لك بتخاف. يعني حتى احنا فاكر في حلقة التكميم كنا قلنا جملة انه ناس بتقول ان التكميم هي العملية الأكثر أمانا. طب تحويل المسار عملية فيها مواصفات برضو تخليها أكثر أمانا. احنا هنقول لحضرتك نفس القصه، الكورنر ستون في القصه دي اختيار مين يعمل ايه، مين يناسب له ايه بمعايير الامان والجوده، الجايد لاينز العالميه. انت بتدخل العيان بتحضره كويس قبل العمليه جدا، انت بتاخد منه تاريخ مرضي وتاريخ غذائي بالكامل، تساله على الارتجاع، تساله على كل مشاكله الصحيه، ضغطه وسكره، الكلام ده كله. نمره 2 جوه العمليات، من اول الاندكشن بتاع التخدير، من اول العمليات، من اول نفخ البطن، من اول استخدام المنظار لغايه تكنيك العمليه جنبه اثناء العمليه، اختبار التسريب. كمان احنا بنعمل اختبار للنزيف، بنعلي ضغط العيان شويه جوه العمليه، حاجه كنترول طبعا، عشان لو في اي حاجه بتنزف ولا حاجه نقدر نعملها. كل القصه دي والمتابعه بعد العمليه والعلاجات اللي بناخدها واتباع التعليمات، كل دي بتخلي معدلات الامان قريبه جدا. واخد بالك؟ ما فيش عمليه اقوى من الثانيه في معدلات الامان، في طريقه، في اسلوب، في فريق طبي مركز في كل تفصيله بتحصل، بيتابع العيان لحظه بلحظه. يعني دايما بقول للعيانين بتاعنا كده، احنا بنعمل اللي علينا على اكمل وجه، وانت تعمل اللي عليك، ان شاء الله ما يحصلش حاجه، ولو حصل حاجه احنا بنعرف نتدخل كويس، نتدخل بدري بحيث برضه نوصل بيك لبر الامان. بس احنا لما بنركز في التفاصيل الدنيا بتبقى احسن بكتير، والعيان بتبقى استجابته احسن، وبيبقى الاوت كم زي ما بنقول افضل، ونسبه المضاعفات ونسبه الامان بتعلى جدا، ونسبه المضاعفات بتقل.